صلاة العيد في مصر سنة 2026 لم تختلف عن سابقتها في إثارة الجدل. فئة تصلي وفئة تضحك وتلقي النكات، اختلاط للرجال والنساء، وازدحام يمنعك من السجود، وعدم توحد تجاه القبلة. بل إن بعض المصلين اصطفوا في شكل دائري كما لو أنهم يحيطون بالكعبة المشرفة. هنا من يرتدي ثياب الصلاة أثناء الصلاة، وهناك من رغب في التقاط صورة للذكرى من قلب المصلى خلال الخشوع. وبالرغم من تحذيرات وزارة الأوقاف المصرية وفتوى مركز الأزهر التي تحث على ضرورة الفصل بين الرجال والنساء عند الصلاة، إلا أن ذريعة عدم التوفر على مساحات كافية لاستيعاب العدد الهائل للمصلين تتفوق كل سنة، وتفتح معها الباب أمام بروز مظاهر غريبة عن روح الصلاة وأحكامها وسلوكيات لا تليق بحرمة السنة المؤكدة، ما يطرح النقاش حول حدود المسؤولية بين ضعف التنظيم من جهة ومستوى وعي بعض المواطنين المصريين وغياب مبادرات بسيطة كالإرشاد والنصيحة.